أتريدون أن ترفعوا راية الخونة فوق رؤوسنا؟ ها؟ ها؟ هذه الراية لن ترفع هنا أبداً! يا إلهي، ماذا يفعل؟ لقد أوقعها. لماذا هو غاضب هكذا؟ أوقع رايتنا. يا إلهي، إنه يدوس الراية! لقد جن. هذا لا يجوز. إنه يدوس رايتنا! هذا لا يعقل أبداً! لن نسمح بهذا. إنها إهانة. هذا لا يجوز أبداً! ابتعد عنها. أخي ينتظر مني الجواب. ماذا أجيب؟ أريد التحدث مع خالي لآخر مرة. هذا لا يجوز! لما فعلت إنها هذا؟ إهانة لنا. ما الذي يحدث؟ إنهم خونة يستحقون أن تداس رايتهم. أتسمحون لي؟ تعال. هيمة، السيد تودكين. كيف يفعل هذا لا هذا؟ يجوز أبداً! هذه رايتنا. إنها إهانة لنا. تظهر بطولتك على راية الكاي تودكين. هذه ليست قطعة قماش فحسب. محارب مثلك لا يخرج غضبه على ميراث أجداده. ألا زال عندك جرأة للكلام؟ يبدو أنك قد نسيت أن محاربيك أصبحوا كلاباً لنويان. المحاربون الذين يذهبون للموت بأمر منك بدل أن تكون سيداً وأباً وأخاً لهم فقد خنتهم بهذه الإهانة. هل ستحمي وحدة القبيلتين بجعل الآخرين يدفعون ثمن فشلك أنت تودكين؟ أرطغرل، تودكين، يكفي. يكفي. أغمد سيفك. ماذا تريد أن تفعل؟ أغمد. من أجل ماذا نحن نعيش؟ لأجل ماذا نحارب؟ ولأجل ماذا نستشهد؟ ما سبب دخولنا في الحروب التي لا تنتهي؟ في هذه الأرض التي لا نستطيع فيها حتى حكم أنفسنا؟ من أجل أن يتم دهس ميراث أجدادنا هكذا تحت الأقدام؟ أم لكي نرفع هذا الإرث فوق الرؤوس إلى يوم القيامة؟ لا تدع إرثنا يضيع أخي.